كسر فكي وخنقني. زوجي حاول قتلي أمام بناتي. صرخة استغاثة من سيدة بالدقهلية. ضربني لمدة ساعتين وقال لي: سأقتلك، في مشهد يدمي القلوب ويكشف عن حجم المعاناة التي قد تعيشها بعض النساء خلف جدران المنازل. أطلقت سيدة من قرية الشعالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية صرخة استغاثة بعدما تعرضت لاعتداء وحشي من زوجها أمام أعين بناتها الصغيرات دون رحمة أو شفقة. تقول السيدة المكلومة: طلبت من زوجي أن أزور أسرتي في القرية المجاورة فوافق، وأخبرني أنه سيأتي في وقت متأخر من الليل ليأخذني أنا والبنات للعودة إلى منزلنا. وبالفعل ذهبت وانتظرت مجيئه، لكنه اتصل بي لاحقا وقال: لن آتي، عليك أن تعودي وحدك، وإذا لم تعودي سيحدث ما لا يحمد عقباه. وتتابع السيدة بمرارة: في نهاية الأمر حضر زوجي إلى بيت أهلي ليأخذني، وما إن عدنا إلى منزلنا حتى سحب هاتفي المحمول من يدي وقال لي: أنا سأقتلك اليوم. ثم شتمني واحتجزني داخل غرفة وبدأ في ضربي بشكل هستيري. وأضافت: ظل يضربني لمدة ساعتين متواصلتين، ربط يدي بحبل الستارة وحاول خنقي أكثر من مرة، واعتدى علي باستخدام طاولة خشبية إلى أن بدأت أفقد الوعي. وأردفت قائلة: كان كلما فقدت الوعي يضربني مجددا كي أستفيق وهو يصرخ: أنا سأقتلك. والنتيجة أنني خضعت لعدة عمليات جراحية وتم تركيب شرائح ومسامير في فكي بعد أن كسره. صرخة هذه السيدة ليست مجرد قصة مؤلمة، بل دعوة لكل مسؤول ومؤسسة مختصة أن تتحرك لوقف مثل هذه الانتهاكات التي تهدر إنسانية المرأة وتعرض حياتها للخطر داخل مكان يفترض أن يكون مأمنا لها.